السلام عليكم. اعمل ايه لو شفت نزيف سواء حصل ليك او لغيرك؟ شفت مثلا حد حصل له نزيف، حبيت تبقى رومانسي وتكتب بحبك بدمك، ولقيت التعويره اتهطلت وعماله تنزل دم بالعبيط، في اسطوره بتقول لك حط بن على التعويره. على اساس التعويره دي وراها امتحانات، فبنديها بن عشان تسهر وتعرف تذاكر فتنجح تبقى كاتبه زي الفل. غلط خالص، مفيش بن بيتحط على الجروح، البن ده بنشربه ما بيتحطش على الجروح. بطلوا تفتكروا المطبخ صيدليه، بطلوا تفتكروا ان كل حاجه فيه تنقذ اي حاجه في الجسم، والله ما بيحصل. لو شفت نزيف بقى المفروض بتعمل ايه؟ لقيت مثلا واحد مرمي على الارض وبينزف، اتاكد ان الاول ان المصاب ده لسه بيتنفس، اتجنب على قد ما تقدر خالص ان ايدك تلمس الدم ده، البس اي حاجه، امسك اي حاجه بس تكون نظيفه، ما تلوثلوش دمه، يعني ما تقعدش تدوس بايدك في الجرح وتقول له لا لا خير بسيطه بسيطه بسيطه، غلط، ايدك ما تلمسش الدم. ولو المصاب اللي بينزف ده واقف خليه ينام على ظهره عشان ما يغماش عليه فيقع يتبطح. من ضمن طرق وقف النزيف انك تفضل حاطط قطنه على الجرح وتفضل ضغط عليه لمده 5 دقائق. خد بالك بقى من الحته الصغيره دي، اول قطنه ما بتتغيرش، اول قطنه ما بتتغيرش، يعني انت حاطط قطنه، القطنه الاولانيه دي ما بتتشالش، تغير اللي فوقيها، اول قطنه دي ما بتتشال، القطنه دي هي قطنه واحده اهي ما تتشالش خالص بقى، لان القطنه دي الصفائح الدمويه اللي بتوقف النزيف اصلا بقت يعتبر مرتبطه بيها، فانت لما هتشيلها هتتقمص فهتنزل دم تاني. لو النزيف ما وقفش لمده 10 دقائق وانت ضاغط عليه روح بيه المستشفى على طول. لو ينفع ترفع العضو المصاب ده فوق مستوى القلب يبقى زي الفل، لان ده بيقلل ضغط الدم. ولو متعور في رجله نيمه الاول على ظهره وبعد كده ارفع رجله، ما ترفعش وهو واقف هيتشقلب، في ناس بتتخضر لما بتشوف الدم، فركزوا وامسكوا نفسكم ساعتها. لو النزيف مش راضي يقف خالص استخدم حاجه اسمها نقاط الضغط، اكتر نقطتين ينفع تستعملهم نقطه في الدراع لو الجرح في الدراع، او نقطه في الرجل لو الجرح في الرجل. النقطه اللي في الدراع عند عضله الباي كده اللي انت عمال تمرنها في الجيم، تجس بايدك كده بتلاقي فيه شريان بينبض، الشريان ده عامل زي المحبس، بتضغط عليه 5 دقائق وده ممكن يوقف النزيف. ولو ما وقفش ضروري تروح للعياده او مستشفى. ونقطه الضغط اللي في الرجل عند الشريان الفخذي، النقطتين دول بتستخدمهم في حاله واحده بس، لما يكون النزيف مش راضي يقف بالضغط ولا برفع العضو المصاب ده فوق مستوى القلب بس. طيب نيجي بقى عند الخدعه الاكبر، نزيف الانف. تلاقي واحد من الاساطير جاي بيقول لك ايه، الحق في نزيف من مناخيرك رجع راسك لورا. بتحط ايدك على مناخيرك وترجع راسك لورا وبسرعه جدا تروح راجع سطح على وشه عشان يبطل يقول كلام هطل تاني، وقول له اسف اتزحلقت فضربتك على وشك. غلط كبير جدا انك ترجع راسك ورا ساعه نزيف الانف، الدم هينزف معدتك وممكن ترجع. لو رجعت راسه لورا ده اساسا بيزود معدل سريان الدم، يلهلط على نفسه دم ويلهلط عليه لحنه وحاجه متعبه. الصح ايه بقى؟ بتميل راسك لقدام وبتضغط بمنديل او حاجه على مناخيرك وتفضل دايس لمده 5 10 15 دقيقه. لو النزيف ما وقفش بعد تلت ساعه بتروح على طول للمستشفى، بتوديه المستشفى على طول في حالتين، لو النزيف مش راضي يقف بعد تلت ساعه او لو المصاب ده عنده ارتفاع في ضغط الدم. اخيرا لو في نزيف نازل من الودان، شفت مثلا حادثه ولقيت واحد بينزف من ودانه، ما تحطش ايدك في ودانه، ده ممكن يكون عنده كسر في الجمجمه، ده يروح المستشفى بسرعه جدا. وفي النهايه اتمنى فعلا ان كل واحد يكون عارف الاسعافات الاوليه اللي يعرف ينقذ بيها حياه شخص، لانك ممكن تتحط في مواقف تتمنى فعلا انك تكون اتعاملت معاها تعامل صح، مش تعامل مبني على الفتي. السلام عليكم.